النهارده حلقه جديده وفلوج جديد من المدينه اللي فيها سادس اطول كنيسه على مستوى العالم، المدينه اللي فيها المقر بتاع البرلمان الاوروبي، والمدينه اللي اتولد فيها جنرال الحمله الفرنسيه جنرال كليبر، مدينه شتراسبورغ فرنسا. قطعوا راسه وخدوا جمجمته ودوها في متحف الانسان في باريس، وتحت الجمجمه بتاعته كتبوا عليها انها تعود لمجرم. انما انت عارف المشكله اللي هنا اللي هم مطلعين كليبر ده بطل، اللي هو حارب مع نابليون بونابرت وحرر افريقيا من الفساد. تاخد ايه يا باشا من الناس؟ ما تاخد ايه من الناس يا باشا؟ بيبرشموا، ده شغل برشام. لما يجيبوا مجرم ويصنعوا منه بطل، ده مش برشام بقى، ده شغل سايكوباتيك. احلى حاجه بحبها هنا في فرنسا الملفيه. الملفيه هنا يا جماعه بصراحه ما بقدرش اسيطر على بطني لما باجي هنا. تعال بتاع ده اسمه ايه يا ماما؟ نسيت اسمه ايه؟ الكلير. فالجنة انا مش قادر امسك نفسي بالضحك. كان الموضوع صعب والله انت يعني. بتقول لهم الشمعه ب 2 يورو دي بتعمل 6 حسنات. دي 6 تاخد الحسنة بيورو وتاخد واحدة هدية. ربنا يا رب سامحنا والله مش يعني. قادرين نعلي صوتنا عشان الصوت العالي ممنوع في الكنيسه ممنوع، فمش قادرين انا نعلي من صوتنا. الصوت، انا من كتر الهدوء عايز انام اقسم بالله. وهنا جينا على ترعه المحموديه عندهم في فرنسا، وفي ده اتوبيس نهري. مع السلامه يا اولاد، يا اولاد الجنيه، اخواتي اديك طول ما خدتش. عديت. مبروك عليا يا جماعه، انا نجحت في البرلمان بتاع شتراسبورغ. حبيبي بعت لك اللوكيشن، شوف. حبيبي يا امام والله. طبعا البوسه دي في اوروبا غلط، بس احنا طبعا مش عاملينها الاوروبيين، احنا عاملينها اخواتنا المصريين، عشان اخواتنا المصريين عسل 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 عسل، وعارفين ان عادي الشباب ممكن تبوس بعض طالما من الخد اخوات يعني. اي حد بيتفرج علينا لو ما كانش يصلي اي صلاه مغرب عيش العصر يقوم يوقف الفيديو دلوقتي يقوم يصلي. ربنا سبحانه وتعالى اولى واهم. ودلوقتي يا جماعه احنا وصلنا ساحه كليبر. الساحه دي تعتبر اكبر ساحه والساحه الرئيسيه في مدينه شتراسبورغ، تعتبر من اكبر الساحات اللي موجوده في مدينه شتراسبورغ. هاخدكم برضو جوله كده هوريكم الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الساحه دي من كتر هنا كبرها وحجمها هقلب الكاميرا دلوقتي واوريكم شكلها عامل ازاي. وده التمثال بتاع جنرال كليبر، الجنرال اللي اخذ مكان نابليون بونابرت في الحمله الفرنسيه على مصر بعد ما نابليون بونابرت رجع فرنسا لما اكتشف ان مراته بتخونه. كان هو سابه عشان خاطر يبقى هو الحاكم بتاع الحمله الفرنسيه على مصر. ولد الجنرال كليبر في مدينه شتراسبورغ سنه 1753 وتوفى سنه 1800 على يد الطالب الازهري السوري سليمان الحلبي. الجنرال ده بالذات المصريين اقاموا عليه ثوره القاهره الثانيه، وخصوصا في منطقه بولاق. تحيه لاهل بولاق العظام. عملوا الثوره قامت في منطقه بولاق. الجنرال المجرم ده اللي هنا في شتراسبورغ مطلعينه على انه بطل واحد الابطال للثوره الفرنسيه، عمل ايه؟ حط المدافع على جبل المقطم وقام بدك منطقه بولاق وبدها عن بكره ابيها. ومش بس كده، ده امر جنوده بالقبض على النساء واغتصابهم. ومش بس كده، امر جنوده ان هم يخشوا جامع الازهر بخيولهم، وامر جنوده ان هم يفرضوا ضرائب مجحفه على التجار المسلمين على التجار المصريين. كل ده خلى في الاخر البطل العظيم سليمان الحلبي، كان ساعتها كان طالب سوري كان بيدرس في جامع الازهر في مصر، خلاه اللي هو يتسلل لحديقه القصر بتاعه ويقرب منه ويطعنه بخنجر في قلبه يقتله. وبالفعل نجح اللي هو يقتله، ومات المجرم كليبر سنه 1800 ودفنوا جثته في حديقه قصره في القاهره. وبعد ما تم جلاء الحمله الفرنسيه على مصر سنه 1800 وجنوده قبل ما يمشوا خدوا معاه جثاته وجابوها هنا في المدينه في شتراسبورغ، وبالتالي تم دفنه هنا. ده مش التمثال بتاعه بس، ده التمثال والمقبره بتاعته تحت منها. جنوده بقى عملوا ايه في سليمان الحلبي؟ سليمان الحلبي يعتبر واحد من اشد التعذيب اللي شافه اي بني ادم في التاريخ البشري الحديث والقديم. ما اكتفوش ان هم يضربوه بس، يسحلوه بس، لا، دول حرقوا ايده اللي ضربت كليبر بالخنجر قتلته، حرقوها. وبعد ما حرقوها قطعوها، وبعد ما قطعوها قطعوا راسه وخدوا جمجمته ودوها في متحف الانسان في باريس،
وتحت الجمجمة بتاعته كتبوا عليها إنها تعود لمجرم. وأنا بصراحة مش عارف مين المجرم اللي قتل واغتصب النساء ودنس الجامع الأزهر وسرق الآثار المصرية ودك ميدان بولاق عن بكرة أبيه، ولا اللي دافع عن المصريين ودافع عن الأزهر ودافع عن الست المصرية. مين فيهم المجرم ومين فيهم القاتل؟ أمام أنت عارف المشكلة اللي هنا اللي هم مطلعين كليبر ده بطل، اللي هو حارب مع نابليون بونابرت وحرر افريقيا من الفساد. تاخد ايه يا باشا من الناس؟ ما تاخد ايه من الناس يا باشا؟ بيبرشموا، ده شغل برشام. لما يجيبوا مجرم ويصنعوا منه بطل، ده مش برشام بقى، ده شغل سايكوباتيك. ناس كده، دي الناس دي مسيكبه باشا، عالم الشيطان ده. انتوا عارفين عالم الحيوان عندنا في مصر؟ هنا ده عالم الشيطان. احنا في مصر عالم الحيوان، الناس عايشه باسلوب عالم الحيوان، هنا عايشين باسلوب عالم الشيطان. طبعا عالم الحيوان اكتر رحمه يعني عن عالم الشيطان. هنا يعني قلعين، يعني الناس ماشيه قلعين، ولا مؤاخذه ما اقولكوش بيعملوا ايه بقى، انتوا عارفين. انت عارف يا همام، مره كنت انا هنا انا ومراتي، وكنت اول مره اجي شتراسبورج، وعملنا هنا جوله مع تو جايد. فالتو جايد ده قعد يقول لنا بقى ايه لكل السياح بقى، وفي سياح كتيره من الهند ومن امريكا ومن كل دول العالم، وقال لك كليبر ده بطل من ابطال الثوره الفرنسيه. يا باشا التور جايد ده اصلا ما يعرفش مين ابوه لغايه النهارده، كل ما يسال امه تقول له اسمه مختلف، فطبيعي ابن حرام، فبالنسبه له كليبر بطل. ما هو اصلا انسان مهجن، فاهم؟ ام غزاله والاب كلب، فاهم؟ فيعني ده عايز منه ايه؟ شايف كليبر مجرم حرب بطل. الناس يا باشا مش برشام، يعني الناس دي عدت مرحله البرشام بشويه يا جدعان. يعني مرحله البرشام يعني اقل من كده بكتير، دول في مرحله ما اعرفش بيسموها ايه. المهم بقى معلم، انا فضلت سايبه يتكلم 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 لحد بقى ما ايه، بصراحه يعني ما قدرتش امسك نفسي اكتر من كده. قال لك ايه، وجا واحد ارهابي بربري قتله في مصر، قتله في القاهره، ومش عارف عمل ايه، وخدنا جثته ومش عارف عملنا ايه، وعدمناه وحطينا الجمجمه بتاعته في باريس في متحف الانسان وكان يومين. قلت له بس لو سمحت بقى ممكن اتكلم؟ قال لي اتفضل. قلت له اولا انا مصري، فانت اللي بتتكلم فيه ده بلدي وده تاريخي. الراجل اللي انت بتتكلم عليه ده اصلا كان قاتل ومجرم وحرامي وسرق اثار من مصر وقتل تسول ودك بولاق بهدلها، دكها عن بكرة ابيها، وقتل الاطفال والشيوخ ودخل الخيول المسجد الازهر واغتصب النساء وعمل حاجات كتيره جدا. واللي بتقول عليه ارهابي ده هو ده والله العظيم هو ده اللي جاب حق المصريين. ده الراجل ده بالذات قامت عليه مصر، المصريين كلهم عملوا عليه ثوره. عمل ايه بقى؟ قال لي بصراحه معاك حق، بس احنا لازم نقول كده عشان احنا اتعلمنا كده في المدارس. بفلوس يا باشا، بيكسب فلوس، تجاره بالتاريخ يا جدعان. بص ما حدش يسمع للتاريخ، التاريخ اصلا كله مزيف. والله انتوا اسمعوني انا عارف، انا اقول لكم خليكم معايا، تابعوني بس واقول لكم الكلام، وتابعوا علي برضه اخويا، بناكل تابعوا همام برنامج ابو حلاوه روتين، احنا مكملين في قناه همام في سويس. يعني على هيكتبها لكم تحت، لو ما كتبهاش قولوا لي عشان اخرب معاه الدنيا. هيكتبها لكم تحت، خشوا واعملوا اشتراك، القناه لسه تحت الانشاء عشان جايب لها مهندس كبير قوي من بره بينشئها. دارس بره وجوه. دارس بره وجوه، نظافه اكيد مش عارف ايه كل مره بيقولوها ايه دي. خليكم معانا. يقع مسجد شتراسبورغ أو المسجد الكبير في مدينة شتراسبورغ بفرنسا. المسجد ده موقعه على ضفاف نهر إيل في حي هيريتيز، والمسجد ده تم افتتاحه في سبتمبر سنة 2012. المسجد ده لديه القدرة على استيعاب أكثر من 1500 شخص، ويعد من أكبر ساحات الصلاة اللي موجودة في فرنسا. اللي صمم المسجد ده باولو بورتو جيزي، وهو برضو اللي صمم المسجد بتاع روما، ووضع حجر الأساس الأول للمسجد في 29 أكتوبر سنة 2004. واللي كان حاضر حفل بداية افتتاح المسجد أو وضع حجر الأساس في أول مرة هو رئيس بلدية شتراسبورغ ساعتها فابيان كلير، وتم افتتاحه في سبتمبر سنة 2012. وحضر الافتتاح وزير الداخلية الفرنسي ينوب عن رئيس فرنسا. بلغت تكاليف البناء أكثر من 10 ملايين يورو، والبناء تم بتمويل من هيئات ومؤسسات مانحة دولية زي دولة فرنسا، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت. المسجد ده تم بناؤه على مساحة تزيد عن أكثر من 10,000 متر مربع. قاعة الصلاة
بتمتد على مساحة 1048 متر مربع، وهي أكبر مساحة صلاة في مساجد فرنسا. المسجد ده بيتميز بالزخرفة المغربية على الجدران، والمسجد ده متكون من 600 ألف قطعة صغيرة، بالإضافة إلى الزخارف التي تحمل آيات قرآنية وأسماء الله الحسنى. وطبعا حان وقت الصلاة، وزي ما احنا متعودين دايما احنا في الفلوجات بتاعتنا بنحب دايما نذكر الناس بوقت الصلاة. الدال على الخير كفاعله. اللهم اجعل هذا العمل خالصا من الرياء وخالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. عزيزي المشاهد، لو انت بتتفرج علينا دلوقتي وحاليا وقت صلاة، او انت ما صليتش صلاة متأخرة عليك، استأذنك طفي الفيديو وقوم صلي، ربنا سبحانه وتعالى اولى واهم. طبعا كل حاجة ليها مميزات وليها عيوب. في مميزات زي دول زي سويسرا، هولندا، النرويج، ايسلندا، لوكسمبورغ. الدول دي كلها فيها مميزات ان انت بتعمل فيها فلوس عالية او مستوى الدخل بتاعها عالي، انما الحياة الاجتماعية والحياة الشخصية فيها بتبقى صعبة جدا. انت بتبقى طول اليوم بتاعك انت بتلف في دايرة معينة، هي دايرة العمل او دايرة النوم بتاعتك. ما فيش اي اكتيفيتي بتعملها الا بس في عطلة نهاية الاسبوع، في الفوكايند زي ما بيقولوا بالالماني. انما دول زي دول فرنسا والمانيا، برضه المانيا نفس النظام، دول زي فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، دايما فيها مستوى الدخل فيها مش عالي، متوسط، انما فيها حياه. يعني انت تقدر طول الاسبوع تعمل حاجه. احنا دايما كنا بنقابل مشكله بتاعتنا في الفلوجات، ودي لقيناها في التشيك، ان احنا لما كنا بنروح خلال الاسبوع ما كناش بنلاقي نعمل حاجه، كنا بنعمل حاجه الصبح لحد الساعه 8، بعد كده البلد كلها نامت. انما دوله زي فرنسا ومدينه زي شتراسبورغ لحد دلوقتي الساعه 11 ولسه الناس موجوده، ولسه الناس المطاعم شغاله، المحلات شغاله، الناس في الشوارع بتتمشى، فدي حاجه هنا ايجابيه. بس طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان كل حاجه في الحياه ليها ايجابيات وليها سلبيات. فيها عيشه، انما مستوى الدخل بتاعها قليل، او ما تقدرش تحوش فيها او تتدخل فيها زي الدول الثانيه زي سويسرا والدول اللي مستوى الدخل فيها، والكافيهات شغاله والمطاعم شغاله والمحلات شغاله. الكلام ده للاسف الشديد احنا مش بنلاقيه في سويسرا الا بس في الويك اند، لكن في خلال الاسبوع زي النهارده زي يوم الثلاث ده كل حاجه بتقفل من الساعه 8. لكن انتوا هنا لو بصيتوا هتلاقي ان في طابور طويل جدا، الناس واقفه مستنيه عشان خاطر تشتري من محل ايس كريم مشهور. لو دخلت هنا برضه في الشارع هتلاقي برضه لسه في مطاعم فاتحه، ولسه في ناس بتيجي المدينه القديمه وناس بتطلع منها. يعني ده مطعم اهو لسه فاتح لحد دلوقتي، وزي ما انتم شايفين الترابيزات كلها بره فول، ولسه في ناس بتهل على المدينه القديمه. طبعا الكلام ده مش في كل دول اوروبا، يعني الكلام ده في فرنسا ممكن تلاقيه، في ايطاليا في اسبانيا، في البرتغال، لكن الدول الثانيه وخصوصا الدول الناطقه بالالمانيه ما بتلاقيش فيها الكلام ده. زي ما انتم شايفين هنا طبعا هتلاقوا كل حاجه، هتلاقي المحلات موجوده زي ما قلت لحضراتكم الوقت متأخر، ومع ذلك لسه الناس موجودة في الشارع. يعني بصراحة أنا شايف إن مدينة زي مدينة شتراسبورغ دي من أكتر المدن اللي مناسبة لينا كعرب، فيها كتير من ثقافتنا، فيها كتير من حياتنا. أي حد بيهوى الحياة الليلية هيلاقي هنا أكتيفيتي كتيرة جدا يعملها بالليل، مطاعم كتير، محلات كتير، سينمات كتير فاتحة، حاجات كتيرة ممكن تعملها، في وسائل ترفيه كتيرة، عروض في الأوبرا، عروض في السينما، عروض موسيقية، عروض موسيقى. البلد ذات نفسها صح. يعني انا دلوقتي هقلب واوريكم البلد عامله ازاي. برضه من ضمن الحاجات الملفتة للانتباه هنا ان احنا واحنا ماشيين في الشوارع هنا بنلاقي كتير جدا هومليس او مشردين. طبعا انا متفاهم حاجه زي كده، عشان خاطر ده بيرجع برضه لمدى الدعم الحكومي او الخدمات زي التامين ضد فقدان العمل، زي التامين الاجتماعي، زي مدى قدره الدوله على توفير منازل او اماكن كويسه للكلام ده. طبعا مش صعب جدا او من المجحد ان انا اعمل مقارنه ما بين دوله زي سويسرا ودوله زي فرنسا. طبعا عدد السكان 9 مليون وهنا داخلين على 87 مليون، طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا ان انا اعمل بينهم اعمل بينهم مقارنه. فبالتالي برضه الخدمات الاجتماعيه هتبقى مش
يعني هيبقى مش ظلم ان انا اقول اللي هنا زي هنا او اقارن هنا. بس الظاهره دي احنا شفناها كتير، طول ما احنا ماشيين بنلاقي ناس بيسالوا مساعدات، ناس مشردين. الناس دي على فكره بتاكل في الشارع وبتنام في الشارع وبتعمل كل حاجه في الشارع، فدي برضه من ضمن الحاجات اللي هي طبعا دول سكرانين شاربين فمش دارين بالدنيا اللي هم فيها. فانا بس حبيت الفت انتباهكم بالموضوع ان في ناس كتير هنا مشردة. بصوا البلد ذات نفسها صح، في ناس كتير لسه، محطات القطر شغاله، في ناس كتير لسه موجوده، البلد كلها صاحيه، محطات القطر شغاله، المطاعم شغاله، الوسائل المواصلات العامه شغاله، ناس كتيره، السينمات برضه شغاله. انما همام نام، همام خلاص تعب. ننا في الفنان اقسم بالله عايز اروح خلاص همام سويسرا، يلا بينا نروح. السويسريين نطحوا عليك ها؟ خلاص نطح خلاص تعبت عمال بنهر ونور من الكنيسه للجامع، اتبهدلنا النهارده. احنا كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه دي والفلوج ده النهارده. ارجو ان انتم تكونوا اتبسطتوا معايا، وارجو ان انا اكون قدمت لكم ولو معلومه صغيره عن مدينه شتراسبورغ او ستراسبورغ بالانجليزيه. المبنى اللي ورايا ده هو مبنى الاوبرا في مدينه شتراسبورغ. هنا بيتعمل عروض عالميه وفنانين عالميين بيجوا يعملوا هنا حفلات، وانا بيتهيألي ان محمد منير كان بيعمل حفله هنا كل سنه في المبنى دوت على حسب ما اعتقد. برضه هسيب لكم المعلومات في الديسكريبشن، هتاكد من المصدر بتاعها واسيب لكم المعلومات في الديسكريبشن. بجد انا حابب اشكركم جدا على كل الحب والدعم اللي انتوا عملتوه معايا. احنا النهارده وصلنا 4000 سبسكرايب، الفيديوهات بتاعتنا في الاجمالي عامله فوق ال 40000 مشاهده. انا اتبسطت جدا على التيك توك ان حاجه بسيطه فيديو في يوم عدى ال 11000 فيو. انا ما كنتش هعرف اعمل ده كله من غير حبكم ومن غير دعمكم. الدعم ده حط عليا مسؤوليه ان انا لازم اطور من نفسي اكتر ولازم اتعلم اكتر عشان خاطر احافظ على مدى احترام وثقه حضراتكم في الفيديوهات اللي عندي. انا بوعدكم ان انا هشتغل على نفسي اكتر تاني في المونتاج، في المحتوى، في السكريبت. ولو في اي حد عنده اي معلومه او اي حاجه في الفيديوهات حابب يعلق عليها، ارجو ان احنا نتفاعل مع بعض على القناه عن طريق الكومنتات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تعملوا شير، وتعملوا لايك، وتكتبوا كومنت. عايز ان شاء الله باذن الله الخطوه الجايه، الحلم بتاعي ان انا اوصل القناه ل 10000 سبسكرايب. انا كان حلمي اوصل 1000، الحمد لله وصلته. دلوقتي احنا 4000، ان شاء الله الحلم مش بعيد، 10000 سبسكرايب، وان شاء الله الحلم الابعد بعديها يبقى 100000 سبسكرايب. استودعكم الله. بتمنى ان انتوا كلكم تكونوا بخير وسعاده، وان شاء الله اشوفكم على خير الحلقه الجايه. بحبكم في الله. السلام عليكم.